فيلم الرعب هدفه الأول إنه يجعلك متوتر، يعيشك حالة من الخوف والقلق. المبرر، ركز في كلمة المبرر، بمعنى إن الفيلم فيه أهم حاجة مش موجودة في أفلامنا تماما، وهي بداية وسط نهاية. وبيشرح لك القصة بطريقة سردية تعيشك الأجواء، مش مجرد جامب سكير أو خضة يعني وخلاص. ممكن الفيلم يبقى مبني عن قصة واقعية زي الأفلام اللي بتتكلم عن أنابيلا، وباختصار أنابيلا دي عروسة يقال عنها إن هي مسكونة بجد. من كتر القصص بتاعتها اتحطت في متحف الأشياء الممسوسة أو المرعبة، أو مثلا إنه يصور في مكان حصل فيه إشاعات إنه كان فيه قصص رعب أو حوادث إنها حصلت بجد في المكان ده، زي فيلم ذا كنجرينج. ذا كنيجرينج، الله اعلم باسم. جزء من تصوير الفيلم حصل في مزرعه قريبه من البيت الحقيقي لعيله بيرون اللي القصه مبنيه عليها، والبيت ده فعلا فيه تاريخ طويل من قصص الاشباح، لدرجه ان بعض الممثلين والمخرج قالوا انهم حسوا بحاجات غريبه في التصوير الفيلم. او مثلا انك تلعب في حته ممكن يطلع منها الفكره دي، زي انك تعمل اسقاط نجمي فتتحبس في عالم الشياطين، او انك يتعمل لك سحر ومش سهل تفكه، او انك تخش بيت حصل فيه جريمه قتل، او حتى شيء لا يصدقه عقل، ان التليفون يجيله مسج انت هتموت في ميعاد كذا في الساعه كذا وتموت فعلا في الميعاد ده. كل دي مفاتيح تنفع للبدايه، بدايه الفكره نفسها.